يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة والتفاؤل والرضا على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني حابة قد كده. بجد بجد وحشتوني، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا أحلى اخوات وصحاب في الدنيا، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في حياتي ده شرف ليا، منوريني منوريني منوريني. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ونفضل كده في زيادة طول العمر. انا ريهام احمد ودي قناتي قلب اختك. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي تاكدي ان اشتراكك هيفرق معايا جدا، هتبقي اخت وصاحبه وصديقه وكل حاجه. فنوريني بقى باشتراكك كده وزودي عيلتي البسيطه دي. بصوا يعني والله العظيم انتوا شرف ليا اساسا ان تبقوا موجودين في حياتي. النهارده بقى لما امتعتك ومشتقاتك رايحه فين يا ريهام؟ رايحين المصيف اخيرا يا بنات، رايحين المصيف. بصوا يعني مش الحاجات دي كلها مش بتاعتي الصراحة، لا ما تنصدموش. تعالوا نشوف احنا هناخد ايه النهاردة وهنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. يلا بسرعة بقى انزلي اشتركي. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم على الفيديو ده، عشان في فيديوهات الفترة الجاية حلوة قوي قوي قوي، مصورة لكم شوية فيديوهات من المصيف يعني هتستمتعوا بيها. انا من الناس اللي ما بعرفش انزل فيديوهات في المصيف، او مثلا انا كان معايا مثلا فيديوهين متصورين بعرفش انزل لكم خالص هناك. مش عارفة شبكة التليفون عندي مهما اشحن، لو شحنت ب100 جنيه ما بيكفيش ان انا افتح لكم لايف، ان انا اعمل اي حاجة منها. تمام. فبحاول قدر الامكان ان انا اصور لكم على بعضه، وبعد لما باجي بنزل لكم الفيديوهات على بعضها. فاعذروني يعني على الفتره اللي انا ما نزلت لكمش فيديوهات فيها. تعالوا بقى نلم امتعتنا ونلم الشنطه بقى والحاجات بتاعه المصيف دي مع بعض اللي ما بتخلص. انا من الناس اللي بنسى. تمام. اما باجي اروح المصيف بقى بعمل ايه عشان ما انساش اي حاجه؟ بقوم جايبه من قبلها بيوم او من قبل يعني يومين ثلاثه احنا رايحين المصيف، اليوم بتاع المصيف ده. فبقوم لما كل حاجة بقى أنا محتاجاها، يعني كل اللي افتكر، من مايوهات، من هدوم خروج، من هدوم داخلية، من شباشب، من ألعاب البحر، من اسمهم ايه دول، اللايف جاكيت او عوامات. كل حاجة كل حاجة انا هحتاجها هناك بعملها من قبلها بيوم بتلاتة باربعة. كل حاجة بفتكرها كده احطها على الترابيزة، احطها على الكراسي، بحيث ان انا منساش حاجة. هنا كنت بزعق لاحمد بقى بقول له ايه، سيبي الحاجه من ايدك. هو كان بيوريكم الصقر وعاوز يوريكم حاجات كتير، بقول له انت هتبوظ لي الفيديو يا ابني كده. عملت ايه او خدت ايه معاكي في المصيف اللي هي معرفينا؟ اخدت لكل واحد ترنجين. تمام. كل واحد غيرين خروج، كل واحد مايوهين، كل واحد فينا اخدت طبعا البتاع ده، الطاقية او الشابو ده اللي بتلبس على على البتاع على الدماغ. واخدت كمان لجوزي برضو طقمين بحر، واخدت له غيارات داخلية برضو وغيارات خارجية، واخدت له السليبرات، وما نسيش طبعا العاب البحر. اخدنا بقى السماعة عشان نبقى نشغلها على الشط. بصوا الشنطة مش واخدة، كان معايا شنطة كمان اللي هي بتاعت الظهر دي. فكده كده احنا قلنا ايه، ان احنا ما نكترش، ومهما تقولي مش هكتر لازم في حاجات كده لازم ضرورية ان هي تتاخد. يعني مثلا اخدت المايوهين علشان لو مايو مبلول وجم ينزلوا تاني ما يبردوش وهم لابسين المايو المبلول ده. فحبيت ان انا اخد لهم مايوهين، يعني 3 4 ايام هنقعدهم يبقى معايا بزيادة. الهدوم الخروج طبعا مش هاجي على طقم واحد واخده يرجعوا ما يلاقوش طقم. فايام اساسا ساعات انا كنت باخد لهم 3 اطقم خروج. بصوا هنا كنت بقول لكم انا مليت الشنطه ولسه فاضل حاجات لسه بره. اخدت الصن بلوك واخدت السماعه، ها بقول لكم عشان اغني تشيكي تشيكي ونقعد نغني على على الشط. اخدت العاب البحر وكل حاجه انا عاملاها قبلها بيوم ولماها كده على اساس ان يتحطوا في الشنطه ويتقفلوا. مودي بقى كانوا بيوريلكم، كانوا بيقول لكم ازيكم يا اصحابي، وبيوريكم بيقول لكم السماعه بصوا بتنور ازاي. ندخل بقى على الاكل اللي انا بعمله في المصيف. ال4 ايام اللي انت هتروحيهم المصيف، او حتى لو يوم رايحه المصيف، حاولي بقدر الامكان انك توفري. زي كده انا من الناس اللي بحب اخد كل حاجه من عندي. انا من الناس برضو اللي ما بحبش اكل بره عامه، فبحب ان انا اعمل حاجه كده بايدي.
طب انا هروح مثلا ايه اشتري كفتة من بره، طب وليه ما انا اشوي الكفتة في البيت واخدها متفرزة معايا متلجة، اقوم مطلعاها من الفريزر، اقوم مسخنة، اروح حطاهم بقى ايه كده على النار بشوية مية كده يفكم. طب ما انا عايزة اشتري فرخة من بره، الفرخة من بره عاملة كام؟ 300 وحاجة في اسكندرية عشان تبقوا عارفين، 300 وكسور، يعني 350 340 كده. طب وليه؟ طب ما انا عندي الفراخ في الفريزر، طب ما اطلع اشوي فرختين واخدهم برضو متفرزين احطهم في الفريزر، بحيث ان انا ما اروحش هناك اقعد ادور على اكل. انا معايا اطفال وعاوزه اروح اليومين او الثلاثه او الاربع ايام دول يبقى معايا حاجتي اسخن واكل، مش محتاجه بقى انك تقفي في المطبخ تعملي الاكل. اصل اساسا يعني اليومين دول بيبقوا متعه، انت عاوزه تروحي تستمتعي بس ما تقفيش بقى تعملي اكل. كل اللي انا بعمله ان انا باخد الكفته مشويه، باخد فراخ مشوية، لو هاخد بانيه بجهزه برضو على القلي على التحمير بس، بالفيجيتار بكله، واقوم مفرزاهم واقوم واخده حاجتي متفرزه، بحيث ان انا اروح هناك اوصل هناك اقوم مدخله حاجتي الفريزر. حاجتي التلج ابقى واخداها متلجه من هنا. مثلا النهارده اول يوم اطلع الكفته شويه ميه عليها كده في صينيه واقوم مغطياها كانها لسه مشويه. تاني يوم اقضي بالفراخ، تالت يوم بالبانيه، رابع يوم بشتري اكلة سمك من هناك. ودول الاربع ايام بحاول ان انا اوفر فيهم، لان طبعا انت هتروحي هتلاقي في مصاريف بتصرفي مهما تكوني عاملة. يعني مثلا انت عاملة حسابك على 1000 جنيه، ال1000 دول اعملي حسابك ان انت هتصرفي مثلا 2000 جنيه، يعني الدبل على طول. تمام. فحاول بقدر الامكان الحاجة عندك في البيت تاخديها كده، هتوفر عليكي كتير. هنا بقى اخدت الفراخ، جبت فرختين عندي في الفريزر، وعامة كان الفراخ يوميها عاملة 69 جنيه، يعني مقفلة 70 جنيه مثلا. فجوزي قال لي اشتري فرختين، فانا قلت لا، بدل ما اشتري الفرختين ومفيش وقت اساسا ان انا اروح واشتري وكده، هطلع من المتفرز عندي اعمل منه. طلعت فرختين فككتهم وقمت مقطعاهم الصدر على 4، الصدر الواحد يعني ناحية واحدة، يعني الصدرين الكتفين عملتهم على 8 قطع، لان انا هشويها على الفحم، هشويها شيش مش هشويها قطع كبيرة. الورك على 3، بعمل الدبوسة لوحدها والصفحة بتاعة الورك من فوق كده بتتقسم على 2 كمان. تمام. حاولي بقى بقدر الامكان انك تصغري حسب بقى الحجم الفرخة اللي معاكي. بقوم عاملة ايه، شاطفة الفرخة بعد ما قطعتها مرتين 3 واعمل لها محلول نقع. محلول النقع ده عبارة عن ايه رهام؟ عبارة عن ليمون او برتقان وشوية ملح كده، وبركنهم على جنب، بتنزل بقى اي رواسب فيها او اي شوائب ما بين الجلد وما بين الفراخ. نيجي بقى على التتبيله بتاعتها. وانت ما بتحطيش ريهام في محلول النقع ده خل، لا بلاش خل في غسيل الفراخ، في غسيل اي لحوم، لان بيثبت الزفاره اساسا. فبس في التتبيلات بيدخل في التتبيلات عادي علشان يسهل السوى. تمام. خليكم معايا واحده واحده. عملت التتبيله ايه، جبت طماطم وفلفل اخضر وبصل وخل، جنزبيل بودر، كاري، شوية قرفة لا يذكرهم كده، مكعبين مرق الدجاج ممكن تستغني عنهم، والبطل بتاع التتبيلة السبع بهارات، رشة جوزة الطيب لا تذكر كده. بصوا يعني حاولوا بقدر الامكان انكم تتبلوا، بس تحسوا يعني ايه، ما تكتروش في التتبيله علشان الفراخ تحتفظ بطعمها. انت محتاجه الفرخه تبقي تاكلي عارفه ان دي فراخ، التتبيله تبقى مش قويه قوي، بحيث ان هي تبقى ايه مكتسبه الطعم من كل حاجه كده، بس مديك طعم حلو. حطيتي ايه دلوقتي؟ حطيت معلقتين خل، شويه صويا صوص، وهجيب كمان علبه زبادي احطها عليها. ايه فايدة الزبادي او اللبن الرايب يا ريهام؟ قولي لنا. بيخليها جوسي معاكي وما بتنشفش كده، وتحس ان هي وانت بتاكلي بتنز كده، مش حاجة ناشفة انت بتاكليها. ضربت ده كله في الخلاط، طبعا حطيت ملح، وبنزل بجزء من التتبيلة وشوية فراخ، وبحاول بقدر الامكان ان انا اشرب الفراخ او قطع الفراخ دي تتبيلة كده. انا عاملة فرختين عامة علشان احنا اللهم بارك عدد فيكفونا يقضوا، يعني تبقى اكلة دي اكلة واحدة. تمام. والكفتة كنت عاملة برضو 2 كيلو لحمة. الكفتة يعني ايه، وهي لحمة مقطوعة بزيادة بقى لما بتتبل وكده، بتديكي مثلا بتدخل في 3 كيلو 3 كيلو وربع.
علشان طبعا العدد انت تبقي عامله ايه حسابك. تمام. واشترينا اكل من هناك كمان، وكان يومين اللهم بارك زي العسل. لو وصلت لحد هنا قلب اختك، فاكيد الفيديو عجبك ولا 1%. يا ستي نوريني باشتراكك بقى وكده، ومحتاجه لايكاتكم وتعليقاتكم، واكتبوا لي انتوا منين، من خارج مصر ومن داخل مصر، وجودكم في قناتي ده شرف ليا وعلى راسي من فوق. جبت بقيه التتبيله كده وحطيتها، واحاول ان انا اغلغل الفراخ في التتبيله كلها. هركنها بقى، انا عملتها الصبح وكده كنا بالليل بنشوي. جوزي كان راح جاب بقى اللحمه بتاعه الكفته وسيخها اهي، وولعنا الفحم. انا طلعت كان مسيخ الصراحه، وكان مولع الفحم، فقلت اصور لكم كده. والكفته على الفحم عاوزه اقول لكم ان ريحتها رهيبه وطعمها كان خطير جدا. احنا بنجيب الكفته دي جاهزه من عند الراجل، بتيجي عباره عن ايه؟ بتيجي عباره عن لحمه، وبعد كده بيحطوا عليها بصل صغنونه كده، والتوابل بتاعتها بتاخد توابل بتاعت اللحمه المفرومه، وبس كده. بتتقلب بقى تقليبه ملح مثلا، فلفل اسمر كده، ما بتاخدش بصل كتير عشان ما تفكش منك على النار. طب الكفته بتفك مننا على النار يا ريهام، ايه الحل يعني اللي احنا نعمله وما تفكش مننا؟ بصي يا قلب اختك، لو حابه انك تكسبي الكفته تجيبي لحمه متلجه. لو انت متحبيش لحمه متلجه ويعني في ناس ما بتحبهاش وبتقفل منها، هاتي لحمه اللي هي اللحمه البلدي وجهزيها وحطيها في الفريزر، يعني دخليها الفريزر تتلج، وبعد كده طلعيها تتشم يعني تبقى فكه نوعا ما. اعملي كفته على طول، يعني صبعيها على طول. هنا كنا حطينا الفراخ، وده كان شكل الكفته بعد ما استوى. عملناهم قسمناهم على 3 اطباق، بحيث ان هو لو احنا محتاجين طبقين بس هما اللي يخرجوا، لو احنا محتاجين طبق واحد مع مثلا طبق فراخ هو اللي يخرج كده. كان ده طبق الكفتة، وكان في طبقين كمان كانوا 3 اطباق. ودي كان شكل الفراخ بعد ما اتشوت. معرفتش ان انا اصور لكم، لان جوزي كان بيعمل حاجة وانا اللي قاعدة اشوي قدام الفراخ، فما كانش فيه ان انا مش مالكة اساسا اصور. وبس كده هقفل الاطباق بقى بالسلوفان كويس جدا، واقوم مدخلها الفريزر على بال ما نيجي ماشيين الصبح هتكون اتفرزت، هتكون تلجت يعني وجمدت، بحيث ان انا اتحرك بيها واخدها بقى معايا ايه وانا مطمنه. كده كنا الصبح خلاص، ودي الحاجات اللي احنا هناخدها معانا طبعا. كان في جزء مننا رايح في العربية، وجزء مننا هيركب القطر، فكل الشنط دي هتتحمل خلاص في العربية. وده كان شكل الشنط، وده كان نهاية يومي. هنبدأ بقى يومنا الجميل، هوريكم بقى احنا عملنا ايه. اهم حاجة تابعوا الفيديوهات كلها للآخر، عشان الفيديوهات ممتعة جدا جدا. بحب الفيديوهات ان انا اشارك يومي معاكم في المصيف، في رحلات والحاجات دي، اوريكم عملت ايه. وكان معانا بقى ده الاكل، 3 اكياس اكل وشنطة اكل، وخدنا كولمان معانا، بحيث ان احنا هنقعد 4 ايام فيبقى معانا في الشقة. خدنا شاي، اخدنا سكر، اخدنا الاكل المتفرز اللي معانا ده اللي انا قلت لكم عليه، وكان كمان معانا اكل طري. والشنط بتاعتي خلاص اتقفلت، كل حاجة جاهزة على المشي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو كان عجبكم. دمتم في رعاية الله.